لا يلزم للمسلم أن يتمنى البلاء أو يتمنى الفتنة، لكن أيضا يصبر إذا حصل عليه، وهذه من البلايا على كل، كما أن الإنسان لا يتمنى المرض، لكن إذا وقع عليه المرض يصبر. لا يتمنى كثير من القضايا التي تقع عليه هو يكرهها، لا يتمنى الفقر ولا يتمنى المرض ولا يتمنى زوال النعم، ولكن إذا وقعت عليه فعليه أن يصبر ويحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. جميل. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على شعبة من النفاق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أصبح الآن هذا شيخنا شبه معدوم في نفوس المسلمين، لا نعمم في هذا مما لا شك فيه، إذ لا تجد من الناس من يحدث نفسه بمثل هذا. فما التوجيه وما هي مقصد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث؟ نعم، طبعا دائما الأحاديث لها سياقاتها، وبلا شك هذا له سياق أيضا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اللحظة التي كان يقول فيها هذه الأحاديث كانت دولة النبي قائمة وجيوشه وسيوف المسلمين مجردة للجهاد في سبيل الله فتتجه شرقا وغربا. لا أتصور بأن الحديث خارج عن السياق، فهو له سياق بطبيعة الحال، ولكن أيضا العبرة بعموم لفظه، كأنما النبي صلى الله عليه وسلم يريد من أمته أن تكون دوما حاضرة لإقامة الدين، حاضرة للجهاد في سبيل الله، حاضرة للتضحية بنفسها. فإذا كان الإنسان عاجزا في لحظة من اللحظات أو الأمة مستضعفة فإنها تنتقل إلى شيء آخر، وهو أن تحدث نفسها بالجهاد، تحدث نفسها بالغزو. فالنبي صلى الله عليه وسلم شعيرة الجهاد، هذه شعيرة الجهاد، أو الأخبر بأنها لا تنتهي في الأمة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، فستظل هنالك طائفة دائما مستمرة تقاتل في سبيل الله. بقية المسلمين العاجزين عن اللحاق بها عليهم أن يحدثوا أنفسهم. أقل الواجب في هذه الحالة التي ذكرت في الحديث أن يكون الإنسان محدثا نفسه بالجهاد، بأنه إذا كان شرعت شعيرة الجهاد أو تيسرت شعيرة الجهاد، الأصح أنها تيسرت، وكان هنالك سبيل لأن يؤديها على الوجه الصحيح، فإنه على استعداد أن يكون جزءا منها. ويندرج بطبيعة الحال في ذلك أن الإنسان المسلم يعد بدنه ويعد جسده في هذه المسألة، وقد لا تكون حاليا أنت جاهز لأن تقاتل، لكن يمكن أن تبني نفسك، ويمكن أن تعزز أيضا قوتك الجسمانية، وأنت تحدث نفسك بأنه ربما يأتي يوم. فكأنما النبي صلى الله عليه وسلم يجهز أمته لعدم الترهل. على المسلم أن لا يكون مترهلا، على المسلم أن لا يكون ألقى من حساباته مفهوم الجهاد في سبيل الله، والعياذ بالله. هذه طبعا إشكالية كبيرة جدا، لأنه كثير من الناس فعلا الآن وصل بها الأمر عندما تحدثه عن الجهاد في سبيل الله كأنما أنت تحدثه عن أمر غير مشروع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا يحض الناس عن أنها أقل ما يفعله المسلم في لحظات العجز التحديث بالنفس. أيضا مما يندرج في باب التحديث أن يجهز الإنسان ما يمكن تجهيزه لهذا الباب، فقد يجهز دابة، وقد يجهز نفسه جسمانيا، وقد يجهز نفسه علميا وشرعيا إلى غير ذلك من أنواع التجهيز التي يجهز فيها الشخص نفسه. أيضا مما يدخل في هذا الباب تربية الأبناء على ذلك، فالشخص الذي يربي أبناءه على البطولة، على الجهاد، على متابعة الأخيار من أمة الإسلام الذين كانوا من أهل العلم وأهل الجهاد وكذا، أيضا هذا يعد أيضا مما الشخص يزرع الجهاد في أبنائه، فهو يحدث نفسه بطبيعة الحال بهذا الموضوع. فهذه كلها مما يدخل تحت هذا الباب، وهذه تحت قوله تبارك وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. فالذي يحدث نفسه بالجهاد عنده جملة من الإجراءات يقوم بها، لكن أدنى مستوى هو التحديث القلبي، أن الإنسان لا يغيب عنه أن يكون مجاهدا في سبيل الله، لا يغيب عنه أن يكون غازيا، لأن الحديث هنا لاحظ استخدم لفظة الغزو، ولو أنه استخدم لفظة الجهاد لوجدنا للإنسان متسع، فيمكن أن يكون الجهاد بالنفس أو المال أو اللسان غير ذلك، يعني أنواع الجهاد عديدة. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو. فالغزو هنا غير الجهاد اللي هو أو مفرد من مفردات الجهاد، لأن الجهاد يشمل كل أنواع بذل الجهد في سبيل الله، فقد يكون غزوا، وقد يكون دعوة، وقد يكون دفعا للمال، وقد يكون نشرا للعلم، كل ذلك يدخل في الجهاد كمفهوم عام، لكن الغزو هو مفرد من مفردات الجهاد العام. طيب، ألا يتعارض هذا مع تمني المسلم لقاء عدوه؟ لا يتعارض. هو لا يتمنى لقاء بعينه، كأنما الحديث الأول هو محدث سلفا عدو، محدث عدوه وشخص عدوه ويتمنى أن يكون هذا اللقاء عاجلا لكن هو يحدث نفسه بالجهاد مطلقا، فالتحديث المطلق لا حرج فيه. جميل.
طيب إذا قامت الحرب هل لها آداب جاءت بها الشريعة الإسلامية؟ نعم، الشريعة الإسلامية أول جعلت كل شيء تحت دائرة في سبيل الله. يعني الإنسان لا ينطلق في سبيل أهوائه، ولا ينطلق في سبيل نزواته، ولا ينطلق في سبيل شهواته الخاصة. يعني مثلا أن يكون هنالك ملك أو يكون هنالك دكتاتور من الدكتاتورين ويريد فقط أن يضرب يمينا وشمالا لتحقيق رغباته، فهذه ليست مما يحرك الإنسان المسلم تحركه قيم شرعية، تحركه قيم دينية. هذه القيم الدينية أعلاها مفهوم أن تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى، بمعنى أن ينشر الحق وأن يزيل الباطل، أن يكون راية الإسلام خفاقة، وأن يكون منتشر، أن تصل رسالة الله سبحانه وتعالى للعالمين. فهذا ابتداء يعني ما يشرع له الجهاد هو أن تكون كلمة الله سبحانه، ولذلك تجد في القرآن دائما عبارة في سبيل الله. نعم. في سبيل الله، وبالمقابل مباشرة لها في سبيل الطاغوت، في سبيل الطاغوت. فقد يكون الإنسان يخوض حربا طغيانية، وقد يخوض حربا مقدسة أو حربا جهادية، الأصل فيها أن تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا. فهذا هو الضابط الأساسي، هو الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. جميل. للحديث بقية شيخنا الفاضل، وأنتم كذلك مستمعين الأفاضل، ولكن بعد فاصل قصير. إنا أنزلناه في ليلة القدر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، لنسفعا بالناصية، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ألم نشرح لك صدرك، لا أقسم بهذا البلد، ووالد وما ولد، وفرعون ذي الأوتاد، وسيجنبها الأشقى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى. كل ذلك في برنامجكم سير وأعلام، وهو برنامج تفاعلي يحتوي على سير وأعلام ومناسبات وهدايات في جزء عامة المبارك، فانتظرونا في الأوقات التالية. وهذا البرنامج يتناول تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور، ومن حيث نهضتها وانتشارها. كان العديد من جهابذة العربية من أصول غير عربية، تنوعت بين الفارسية والرومية وصولا إلى بربر المغرب العربي. ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق بالضاد. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟
عدنا لكم متابعينا ومشاهدينا الأفاضل بعد هذا الفاصل القصير. نستكمل وإياك دكتور حسن. ما هو المفهوم العام للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وما هي أحكامه؟ نعم، ذكرنا على كل موضوع الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأنه هو أن يكون القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى وليس في سبيل الطاغوت، لأن يكون لنشر الحق وليس لنشر الباطل، وأن يكون المقصد فيه الله والدار الآخرة وليس أن يكون المقصد فيه مغنما دنيويا إلى غير ذلك من الأحكام التي عرفها على كلنا الفقهاء عندما عرفوا الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لكن دعنا أيضا نؤكد مسألة مهمة جدا من ناحية علمية كثير من الناس ربما يغفل عنها، وهو أن الجهاد في سبيل الله أوسع من القتال، لأن الناس أحيانا يعتقد أن الجهاد هو القتال. فمثلا الله سبحانه وتعالى يتحدث عن القرآن الكريم في المرحلة المكية، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهنا الجهاد بالقرآن هو جهاد الحجة، جهاد البيان، جهاد إقامة الحجة على عباد الله سبحانه وتعالى، إظهار محاسن هذا الدين، إظهار القيم التي جاء بها الإسلام. فالمجاهدة للكفار بهذا الاتجاه سماه الله سبحانه وتعالى جهادا كبيرا. فالذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا يكون خارجا عن الجهاد في سبيل الله، الذي يكون. ولذلك الإمام ابن القيم عليه رحمة الله لما تكلم في الجهاد أوصل أنواعه إلى 13 نوع، مثلا 13 نوع. يعني مثلا قال جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار والمنافقين، وجهاد البغاة والظالمين مثلا. ثم قال: وجهاد النفس 4 أقسام، وجهاد الكفار والمنافقين وجهاد الشيطان مرتبتين، وجهاد الكفار والمنافقين 4، وجهاد مثلا البغاة والظالمين 3. فهذه تقريبا جملتها ستلاحظ بأنها تصل إلى 13 قسم. كل ذلك المقصود منه في نهاية المطاف لفظة الجهاد هو بذل الجهد والوسع واستفراغ ما لديك من طاقة في سبيل أن تمكن للحق. هذا مفهوم الجهاد. قد يكون باللسان، وقد يكون بالمال، وقد يكون باليد، وقد يكون بالنفس، وقد يكون بمختلف الوسائل، وأدنى مستوى من هذه المستويات أن يكون بالقلب. أن يكون بالقلب. طبعا بعض الناس يقول لك: وماذا يفيد القلب؟ يفيد القلب في أنك أنت تنكر المنكر. أدنى مستوى في الجهاد أنك والله لا تقر المنكر في قلبك، ولا تقر الباطل الذي تراه أمامك. فأدنى مستوى هو أن الإنسان يكون منكرا للمنكرات بقلبه، وأقلها أن يكون والله قائلا، أو أوسطها أن ينكرها بلسانه، وأعلاها أن يجاهد ذلك بيده أو يغير المنكر بيده. فمفهوم الجهاد في القرآن الكريم أوسع من مفهوم القتال. والقتال مفردا من مفردات من مفردات الجهاد، فبينهما كما يقال عموم وخصوص، فالجهاد أعم والقتال القتال أخص. فقد يكون هنالك قتال ولكنه ليس قتالا يوصف بأنه جهاد. كثير من أنواع القتال قد لا توصف بأنها جهاد، وقد تكون هنالك أيضا أعمال يقوم بها الإنسان لا توصف بأنها جهاد، لكن القتال يكون واحدا من مفردات الجهاد إذا كان في سبيل الله، إذا كان في سبيل الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فهنا الضابط عندما يكون الجهاد أو عندما يكون القتال في سبيل الله يندرج ضمن أقسام الجهاد في سبيل الله الذي هو أعم. وبالتالي الجهاد لفظة عامة، والقتال لفظة خاصة. بطبيعة الحال لما نأتي إلى موضوع القتال فيه أحكام أيضا تتعلق به، ومن ضمن هذه الأحكام مثلا ألا نبدأ من نريد قتالهم إلا وقد أبلغناهم ماذا نريد، لماذا نقاتلهم، وهو ما يسمى بالدعوة قبل القتال. فلا بد الذين نقاتلهم أن نعرفهم لماذا نقاتلهم. يعرفون أننا نحمل رسالة، يعرفون أننا نحمل دينا، يعرفون أننا ندعوهم إلى هذا الدين، نبين لهم محاسن هذا الدين، أن لا يقفوا بيننا وبين شعوبهم ونحن نبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى، أن لا يعتدوا علينا في ديارنا، وأن لا يغتصبوا أموالنا، وأن لا ينتهكوا أعراضنا. فقد ندفع أحيانا قد أنت تقاتلهم دفاعا عن نفسك ولا تقاتلهم فتحا إلى غير ذلك. فعلى كل موضوع الأحكام أهم ما فيها أن يكون يتعرف الناس لماذا تقاتلهم. الأمر الثاني أن تخيرهم أيضا بين الخيارات الإسلامية المعروفة، أنه والله إما أن يدخلوا في الإسلام فتنتهي الحرب،
وإما أنهم يرضون بالدخول تحت راية ونظام الإسلام العام، وهو ما يسمى بأهل الذمة، وهو أن يقبلوا بالدخول في المواطنة العامة أو في السلطة العامة للإسلام. هنا ستلاحظ بأنهم يكونون أهل عهد، وهذا العهد يسمى ذمة. فائدة هذا العهد أن الإسلام بأحكامه الكلية لا يتدخل في خصوصياتهم، ولكن يشترط عليهم في الإطار العام يرضون بحكم الإسلام في الإطار الكلي، لكن خصوصياتهم لا يتدخل فيها، لا الخصوصيات الشرعية ولا الخصوصيات الشخصية ولا بناء الأسرة ونظامها، اللي هو أحيانا يعني ربما الآن بعض المسلمين في أوروبا يتمنون لو أن والله يتاح لهم هذا النوع من الخصوصيات، بدل من أنه والله تنتهك كل الحرمات بحجة أن أنت والله مواطن ومتساوي الحقوق والواجبات مع الآخرين. لكن هذا النوع من المساواة تجده يقتحم على الناس خصوصياتهم الدينية. فأنت لا تستطيع أن تعبد الله كما تشاء، لا تستطيع أن تربي أبنائك كما تشاء، تفرض عليك كثير من القضايا التي تخالف دينك. لكن الإسلام يقول لك لا والله أنت عندما تخضع لقانون الذمة نعفيك مثلا من موضوع القتال لحماية الدولة والدفاع عنها، ولكننا أيضا نطالبك بالالتزام بالإطار العام. فهذه مثلا الحالة الثالثة، إن رفضوا الإسلام ورفضوا الدخول في عهد المسلمين فإنه حين ذلك يكون القتال. إذا وقع القتال تدخل هنالك مجموعة من الآداب، كأن لا تقتل شيخا، وأن لا تقتل راهبا، وأن لا تقتل طفلا، وأن لا تقتل امرأة. يعني باختصار شديد ما نسميه الآن بالمجموعات المدنية التي لا تشارك في القتال، كالمزارعين والرعاة والصناع الذين هم لا علاقة لهم بما يجري من حروب. فهذه كلها على كل نظمتها الشريعة، فلم تجعل مثلا الحروب يعني ساحة لتدمير الحالة المدنية سواء كانت في بشرها أو في حجرها. يعني لا تجعل الإسلام هذه الحرب حربا تدميرية بحيث والله يتدمر فيها الشجر والحجر والبشر. يعني هذه بعض الآداب على كل التي يعني أضف إلى ذلك أيضا لو طلب الطرف الآخر صلحا أو طلب هدنة أو طلب كثير مما تدخل تحت أخلاقيات الحرب. على كل باختصار شديد الإسلام عندما يخوض حروبه يخوضها بقيم أخلاقية، وهذه القيم الأخلاقية ليست موضوعة لا من الحاكم الذي هو يحكم المسلمين ولا من القائد العسكري الذي يقود الناس في الساحات، ولكنها كلمة الله سبحانه وتعالى التي أنزلها في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. تمام. إذا نقول بالمختصر أن الجهاد في الإسلام هو الجهاد في سبيل الله عموما. طيب قد يقول قائل يا شيخنا لماذا شرع الله الجهاد؟ لماذا لا ننشر ديننا الإسلامي الحنيف بالموعظة والدعوة والأسلوب الحسن؟ لماذا يوجد هنالك عنف وقتال وكذلك؟ أحسنت. لأن الجاهلية لا ترضى إلا ذلك. الجاهلية تقيم نظمها وتقيم عقائدها وتقيم أعرافها وتقيم منظوماتها النسقية أو أنساقها الحضارية التي على كل تعبر عن حالتها، ثم تقيم بعد ذلك السلطة بناء على أن تحمي هذه الحالة. فلما يأتي الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وهم يدعون قد يكون في البدايات يسكتون عنك، لكن يدركون بأن حركتك الدعوية التي هي تتحرك في المجتمع ستسحب البساط. اللحظة التي يشعرون بأن حركتك الدعوية والعلمية ستهدد كيانهم هم سيبادئونك بالقتال. يعني ليس بلازم أنه والله كل المسلمين الذين يتحركون بالدعوة يريدون قتالا، لا. لكن مثلا تعال إلى قصص القرآن الكريم، مثلا قوم لوط دعوا الناس إلى العفة، دعوا الناس إلى أنه والله ما نسميه الآن بالمثلية، ظاهرة اللواط هذه مثلا هذه جريمة في حق الإنسانية. جاء القرآن الكريم ليقول لهم من خلال لا إله إلا الله هنالك قيمة أخلاقية سلبت، وهي قيمة العفة، قيمة إتيان الرجال للنساء وليس إتيان الرجال للرجال. فلما رأى قوم لوط بأن هذه المسألة مرفوضة من مجتمع لوط عليه السلام وهو النبي الذي بعث لهم لمحاربة هذه الظاهرة، رفضوا ذلك وقالوا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هذه بالنسبة لقوم شعيب. قوم شعيب قال لتعودن في ملتنا أو لا. لكن بالنسبة للوط عليه السلام أيضا قال والله إنهم أناس يتطهرون وبالتالي لابد أن يخرجوهم، فيعيبون عليهم أنهم أناس يتطهرون يتميزون بالطهر والعفاف ومراعاة أحكام الله سبحانه وتعالى، فلا يرتضون. فالجاهلية باختصار شديد، الجاهلية مهما تظاهرت بمثلها الديمقراطية ومهما تظاهرت بأنها والله تتقبل الرأي الآخر، ولكنها تتقبله في سياق أن تكون هي الحاكمة، وأن الحركات الإصلاحية لا تهدد بنيانها
ولا تهدد نسقها القيمي المنهار، ولا تهدد سلطتها، حينها يمكن أن تتقبلك كمجموعات على كل تعبر عن نوع من التعددية داخل المجتمع، لكن لا ترضى لك أن تكون بديلا عنها. هنا كما يقول سيد قطب عليه رحمة الله، الإسلام بواقعيته لا يحاول أن يتعامل مع الواقع المادي الذي يجتاح حركة الدعوة، يتعامل معه بمثاليات لا معنى لها، فيقابل الواقع المادي بواقع مادي، ويقابل الواقع النظري بواقع أيضا إيه؟ بواقع نظري. فهذه تقريبا بين مثالية الإسلام وواقعيته في نفس اللحظة. هو يريد فعلا السلام، ويريد العدالة، ويريد تحقيق الحق، ويريد عدم إراقة الدماء، ولكن الطرف الآخر لا يتقبل ذلك. وبالتالي حينما تبدأ حركة الجاهلية في محاولات استئصال حركة الدعوة الإسلامية أو محاولة الحيلولة دون وصولها إلى الناس استبدادا وكبتا وقهرا، فإنها تزيل الحواجز المادية التي تمنع حركة الدعوة للوصول إلى الناس. وبعد أن تفتح المجال لحركة الدعوة حينها لا تقول للناس آمنوا بالإكراه، لا، تزيل الحواجز، ولكن بعد ذلك تقول لهم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم. جميل. طيب من هم الفئة التي وجب عليها الجهاد أو واجب عليهم تلبية نداء الجهاد؟ هنا أرجع لنفس السؤال السابق، وهو مفهوم الجهاد بالمعنى العام يجب على كل شخص شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نوع من أنواع الجهاد. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية جنس الجهاد واجب، جنس الجهاد واجب، يعني لا يمكن لمسلم إلا أن يكون مجاهدا في نفسه، أو مجاهدا للشيطان، أو مجاهدا للمنافقين والكفار، أو مجاهدا للبغاة والظلام، يعني جنس الجهاد واجب. لكن ليس بلازم أن نقول والله القتال، هنا لاحظ الآن جنس الجهاد هنا واجب، لكن لما نأتي إلى القتال هنا سنلاحظ أنه قد يكون واجبا عينيا وقد يكون واجبا كفائيا القتال. أما الجهاد لا، لأن الجهاد لا بد أن يكون إنسان أقل مستوى يفعله أن يجاهد نفسه، وإن جاهد نفسه يلزمه أيضا مجاهدة الشيطان، مجاهدة الشيطان بنوعين من الأنواع، مجاهدة الشبهات، مجاهدة الشهوات. ومجاهدة النفس قد تكون بالعلم ثم العمل ثم الدعوة ثم الصبر. هي في سورة العصر الإمام القيم لما قال والله وجهاد النفس 4 أنواع، قال أن يجاهد نفسه بالعلم، ويجاهدها بالعمل، ويجاهدها بالدعوة، ويجاهدها بالصبر على الدعوة. فأقل ما يفعله الإنسان في أبواب الجهاد هذا النوع من الجهاد اللي هو مسمى الجهاد هنا الآن لا أعطيه مسمى القتال حسب التفصيل لذلك. لكن فيما يتعلق بموضوع القتال في سبيل الله فإن هنالك 3 أحوال يكون فيها الجهاد عينيا. جهاد يكون عيني في 3: إذا هجم العدو، ناس في بلد من البلدان هجمهم العدو، لو افترضنا الآن أهل أوكرانيا، وهذه هي سبحان الله حالة فطرية، حتى القوانين الدولية الآن تعتبر أي دولة والله يجتاحها عدوان خارجي فإن القانون الدولي نفسه يتيح لها حق حق المدافع عن النفس، وتتحول بعد ذلك حتى لو انهارت الآن السلطة في أوكرانيا فإن للشعب الأوكراني وفق القانون الدولي الحق في أن يتحول إلى حركة مقاومة شعبية. فلا يقبل لك لا القانون الدولي ولا الشريعة الإسلامية بأنه والله يجتاحك العدو الخارجي وأنت تظل زي ما يقول جالس. وهذه المسألة طبعا أكثر الآن ما يقع مثلا على إخواننا مثلا في فلسطين، هنالك احتلال كيان صهيوني قاصب يحتل أرضهم ويحتل مقدساتهم، يجب عليهم القتال. هنالك مثلا الشعب السوري الذي مثلا الآن روسيا تحولت إلى ما يشبه بالمحتل وتبقي على نظام تجعله أشبه بالتيس المستعار الذي من خلاله تحرص على السيطرة على سوريا. وكذلك ما يجري في العراق مثلا، هنالك حالة احتلال ثم أعقب ذلك نوع من الحكومة الوظيفية التي هي تعمل تحته. فمنطقتنا بشكل عام، المنطقة الإسلامية بشكل عام فيها مجموعة حالات يمكن أن يصدق فيها دهم العدو أو هجم العدو على ديار المسلمين فيتعين حين. النوع الثاني هو عند ملاقاة العدو، أي جاء الإنسان وحضر وهو في صف القتال وبدأت المعركة، فإن لحظة البداية هذه لا يجوز للشخص أن ينسحب، لحظة تلاحم الجيشين. الحالة الثالثة إذا استنفر الناس الإمام وحدد عناصر بعينها أو حدد أوصافا بعينها فإنه يجب عليهم. هذه ال3 أحوال يعتبر فيها الجهاد واجبا وجوبا عينيا، واجب وجوب عيني. وعندما نقوم واجبا وجوبا عيني بمعنى زي الصلاة، لا يجوز لك إلا أن تصلي، يعني ما في واحد ينوب عن الآخر. طيب متى يكون فرض كفاية؟ فيما عدا هذه الأحوال
الثلاث يكون الجهاد جهادا كفائيا كأن يكون الجهاد جهاد فتح، تحرك المسلمون في كل عام غزوة أو غزوتين أو ثلاثة، على كل إذا كان من أجل الانطلاق للفتح الإسلامي وفتح الثغور والتحول إلى مناطق الرباط، فإن هذا هو الذي يسمى بالجهاد الكفائي. هذا يسقط عن البعض بالبعض كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، أي إذا قام به البعض سقط عن الباقين الإثم. جميل. نعم. إذن شيخنا ماذا عن النساء في الحروب؟ ما هو دورهن وما هو الواجب عليهم في مثل هذه؟ النساء طبعا من حيث الأصل لا يجب عليهن الجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال جهادكن جهاد لا قتال فيه، جهادكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فأقام الله سبحانه وتعالى بالنسبة للنساء الحج والعمرة مقام القتال في سبيل الله، فالنساء لهن هذا الباب. لكن لو افترضنا أنه والله دهم العدو، هنا يجب على الكل، الرجال والنساء والصبيان وكل من يستطيع أن يرمي حجر فعليه أن يرمي حجر. يمكن أيضا النساء أن يقمن في مثل هذه في إطار ما يسمى بالجهاد الكفائي، يمكن أن يكون مشاركات مثلا مع أزواجهن مع إخوانهن في المهام ذات الطابع المدني. مهام ذات الطابع المدني كان الصحابيات رضوان الله عليهم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقومن بالأدوار التي نسميها نحن الآن الأدوار المدنية أو الأدوار اللوجستية، اللي هو يكون خلف الجيوش ويقومن بالطبابة ويقومن بالطعام ويقومن بالإسناد المدني دون أن يكون مشاركة مباشرة في القتال. هذا هو الأصل في موضوع النساء، والذي يجب الدفاع عن النساء هم الرجال هم الذين يقاتلون، هم الذين يدافعون، هم الذين يستميتون، إلا إذا كان والله حصلت مداهمة عامة فحينها يمكن للمرأة أن تقوم بدورها. وهنا طبعا يلزم بطبيعة الحال في هذا الجانب، هذه الجزئية على وجه التحديد، يمكن أيضا للنساء أن يتدربن تدريبا يليق بهذه الجزئية. يعني إذا كان المرأة ما تعرف أصلا استخدام السلاح، يعني في السابق كانت المرأة يمكن أن تعرف كيف تستخدم الخنجر وكيف تستخدم السهم وكيف تستخدم السيف، الآن يمكن أن يكون هنالك التدريب الذي نسميه بالتدريب الأولي فيما يتعلق باستخدام الوسائل المعاصرة في الدفاع عن أنفسهن. جميل. ولكن ما عليهم يعني لا يجب عليهن وجوبا، لا يجب عليهن إلا جميل. إذا حصلت المداهمة. جميل. طيب شيخنا، ما هو أجر المجاهد وما هو أجر الشهيد؟ موضوع الجهاد في سبيل الله طبعا من أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يعني كأنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، قال وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله من أعظم أنواع ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وهو بيع وشراء مع الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالمجاهد وعده الله سبحانه وتعالى الجنة، ثم أيضا وعده في الجنة بالدرجات. يعني الفرق ما بين المجاهدين والقاعدين هو الفروق في الدرجات. قد يدخل كثير من الناس الجنة وهم ليسوا مجاهدين، لكن سيأتي الفروق ما بين المجاهد وما بين القاعد في أن هؤلاء المجاهدين لهم المقامات والدرجات العلى يتسابقون فيها بجهادهم، فهذه أيضا من الأشياء التي ثم أيضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن المجاهد يغفر له مع أول قطرة دم، يغفر له حقوق الله سبحانه وتعالى وتبقى على كل حقوق العباد. هذه مسألة يمكن قبل كده تحدثنا عنها، هي أنها لا تسقط إلا بأن يأخذ صاحب الحق حقه بالطرق المعروفة. أيضا من الأجور الكبيرة جدا بالنسبة للمجاهدين أن المجاهد الذي يستشهد في سبيل الله أي أن الله سبحانه وتعالى يجعله يشفع في 70 من أهله، فهذه أيضا ينتفع فيكون نفعه متعديا ليس نفعا لازما فقط، فتجد بركة هذا الاستشهاد تعم الأسرة كلها بإذن الله يوم القيامة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة ما الذي يعدل الجهاد، ما الذي يعدل الجهاد في سبيل؟ قال لا أجده. فسئل المرة الثانية قال لا أجده أو لا تطيقونه. فلما أصر الصحابة رضوان الله عليهم على أنه يريدون شيئا يعدل الجهاد في سبيل، قال هل يستطيع أحدكم أن يصوم ولا يفطر وأن يقوم ولا يفتر حتى يعود المجاهد من جهاده؟ يعني لو افترضنا شخص خرج إلى الجهاد شهرا، من منا يستطيع أن يكون صائما دون إفطار قائما دون أن يتوقف يعبد الله سبحانه وتعالى إلى أن يعود صاحب الجهاد في سبيل الله؟ مسألة على كل متعذرة. فالأجر عظيم جدا بالنسبة للجهاد في سبيل الله، وهو على كلنا البوابة التي من خلالها
إذا اعتبرنا بأن الشريعة الإسلامية جاءت بكليات عظيمة مثل كلية الدين وكلية العقل وكلية النفس وكلية النسل وكلية المال، هذه اللي يسموها الكليات الكبرى، الكليات الخمس، فإن فيها جانب للوجود وفيها جانب للعدم، بمعنى حراستها من حيث الوجود أي إقامتها من حيث الوجود وحمايتها من حيث العدم. فستلاحظ أن الجهاد يساهم في الأمرين، فقد يساهم في النشر في إيجادها، ويساهم أيضا في حمايتها من التقويض الخارجي أو التقويض الداخلي. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون في حراسة الفساد الداخلي، ومقاومة الكفار بالسيف والسنان يكون في الجانب الخارجي. فنحن مأمورين بالمدافعة الداخلية وهو جهاد المنافقين، وبالمدافعة الخارجية وهو جهاد الكفار والمجرمين، ويكون بذلك الإنسان قد جمع بين كافة أنواع الجهاد. جميل، شاكر لك شيخنا. الله يبارك. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل في هذا لحسن الاستماع والمتابعة. نجدد باسمكم وباسم البرنامج شكرنا وتقديرنا لسماحة الدكتور حسن سلمان. وإياكم. بارك الله فيك. للحديث بقية في حلقات قادمة، فابقوا معنا وترقبونا في نفس الموعد من كل أسبوع مع برنامج فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا عبد الرحمن بن محي الدين يرحب بكم ويحييكم ويودعكم إلى حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ah 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 ah